السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 13 بتوقيت القاهرة، جولة إخبارية جديدة من قناة التحرير. أهلا بكم. ونبدأ أخبارنا من الأخبار التي تفرض نفسها بكل تأكيد، وهي الانتخابات التونسية، حيث بدأ الناخبون التونسيون الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التونسية. ووصلت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية حتى اللحظة إلى أقل من 20% وسط عزوف واضح من الشباب. وبحسب مراسلة التحرير في تونس، فإن الساعات الأولى شهدت إقبالا ضعيفا على مراكز الاقتراع، ويتنافس في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية كل من الرئيس المنتهي ولايته محمد المنصف المرزوقي، والباجي قايد السبسي مؤسس ورئيس حزب نداء تونس الفائز بالانتخابات التشريعية الأخيرة. وتجرى عمليات التصويت في نحو 11,000 مكتب اقتراع موزعة على 27 دائرة انتخابية. ودفعت السلطات التونسية بأكثر من 100,000 عسكري وأمني لتأمين العملية الانتخابية. ومن المقرر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل 24 من ديسمبر اسم الفائز. وتعد الانتخابات الرئاسية المرحلة الأخيرة من الفترة الانتقالية بعد ثورة الياسمين، غير أن الهيئة أفادت أيضا أنها ستعلن النتائج الأولية للانتخابات التي دعي إليها 5,300,000 ناخب تونسي غدا الاثنين. هذا وقال محمد المنصف المرزوقي إن تونس نجحت اليوم في إنهاء المرحلة الانتقالية بسلام. وأضاف المرزوقي في تصريح له عقب إدلائه بصوته الانتخابي اليوم أنه على استعداد لتهنئة منافسه في حال فوزه، وينتظر أن يقوم المنافس بتهنئته كذلك إذا فاز هو في هذه الانتخابات، معتبرا أنه سواء فاز أم لم يفز فإن تونس هي التي ستنتصر. وقال إنه قياسا بما يحصل في بلدان أخرى فإن الخطاب السياسي العام في تونس يعد بعيدا عن العنف. يعني ستواصل إشعاعها في العالم العربي باعتبار أنها ما زالت تواصل ريادتها، وإلا إذا رجعت إلى العهد القديم فأن كل هذه الريادة ستنتهي. يعني هذا ما، وأيضا إعطاء الأمل للشعوب العربية الأخرى. هذا وأكد مرشح حركة نداء تونس في الانتخابات الرئاسية الباجي قايد السبسي إن تونس تعيش لحظة تاريخية، وهي في حاجة إلى جميع أبنائها من أجل أن تتقدم وتزدهر. ودعا السبسي عقب إدلائه بصوته الانتخابي التونسيين جميعا إلى التوجه بكثافة إلى مكاتب الاقتراع واختيار مرشحهم للانتخابات الرئاسية بوعي، وخاطبهم قائلا: اختاروا بين الغث والسمين. أنا فخور بالشعب التونسي لأنه اكتسب حقه بعد تضحيات كبيرة، وإن شاء الله نكونوا واثقين وأنه سيميز بين الغث والسمين. نعم. وحصل السبسي الذي يبلغ من العمر 88 عاما وكان رئيسا للبرلمان التونسي في عهد بن علي، حصل في جولة الانتخابات الأولى على 39% من الأصوات، في حين حصل المرزوقي على 33%. وبحسب القانون الانتخابي التونسي، وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين أي 50% زائد 1 في الدورة الأولى، تجرى دورة ثانية بين المرشحين الحائزين على أعلى نسبة من الأصوات في الدور الأول. وفي حال حصل المرشحان على نسبة أصوات متساوية في الدورة الثانية، يتم إعلان فوز المرشح الأكبر سنا وفق القانون نفسه. وسيكون المرشح الفائز أول رئيس ينتخب بطريقة ديمقراطية وحرة في تونس التي حكمها منذ استقلالها عن فرنسا سنة 56. رئيسان هما الحبيب بورقيبة ثم زين العابدين بن علي، ورئيس مؤقت هو المنصف المرزوقي. وأمنيا، قتلت وحدة من الجيش التونسي مسلحا واعتقلت 3 مشتبه بهم حاولوا مهاجمة عسكريين كانوا يحرسون مدرسة بها مركز اقتراع ومواد انتخابية في منطقة حفوز في ولاية القيروان. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش التونسي إن جنديا أصيب بجروح خفيفة في كتفه خلال التصدي للهجوم. واعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية محمد شفيق صرصار اعتبر أن الواقعة غير خطيرة ولن تؤثر على سير العملية الانتخابية. إلى ذلك أفاد موقع الشروق أونلاين التونسي بأن قوات الأمن التونسية أفشلت مخططا لاغتيال المرشح الرئاسي الباجي قايد السبسي قبل ساعات من انطلاق جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة.
وأوضح الموقع كذلك أن قوات الأمن قامت بتطويق منزل السبسي بعد نجاحها في إفشال مخطط لاغتياله في منزله. يتوجه الناخبون في تونس إلى مراكز الاقتراع اليوم لانتخاب رئيس بالاقتراع العام للمرة الأولى منذ الثورة في تصويت تاريخي ينهي عملية انتقالية استمرت 4 أعوام. ودعي إلى الانتخابات أكثر من 5 ملايين تونسي لاختيار أحد المرشحين رئيسا للبلاد، هما الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي والباقي قائد السبسي زعيم حزب نداء تونس الذي فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت خلال أكتوبر الماضي. وسيجري التصويت من الساعة 8 صباح الأحد إلى 6 مساء، كما ذكرت الهيئة المكلفة بالانتخابات التي سيكون لديها حتى 24 من ديسمبر لإعلان الفائز في الاقتراع. وسيكون المرشح الفائز أول رئيس ينتخب بطريقة ديمقراطية في تونس التي حكمها منذ الاستقلال الحبيب بورقيبة ثم زين العابدين بن علي الذي أطيح به عام 2011، اللذين لجأ إلى تزوير نتائج، وعين المرزوقي بموجب اتفاق سياسي مع إسلامي النهضة. وأي تكن نتيجة الانتخابات الرئاسية سيكلف حزب نداء تونس الذي يقوده قائد السبسي تشكيل الحكومة، وسيكون عليه فور انتهاء الانتخابات العمل على تشكيل ائتلاف مستقر لقيادة البلاد. وكانت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي أشادت بشفافية ونزاهة الانتخابات التشريعية التونسية التي أجريت في 26 من أكتوبر والدورة الأولى للانتخابات الرئاسية. لكن الحملة للدورة الثانية شهدت تبادل اتهامات بين المرشحين وأججت التوتر في البلاد التي شهدت منذ ثورة يناير انتقالا في الفوضى، لكنه لم يتسم بالعنف أو القمع. وفي ختام هذه الحملة اختار قائد السبسي شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة، حيث التقى تجمعا من أنصاره، في حين نظم المرزوقي تجمعا في مدينة خزندار بعيدا عن وسط العاصمة. وركز قائد السبسي حملته الانتخابية على إعادة هيبة الدولة، وقال مؤخرا في مقابلة مع تلفزيون الحوار التونسي الخاص: عندي هاجس ألا يعترف المرزوقي بنتائج الانتخابات. ووجهت الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات العامة تنبيها إلى المرزوقي بعدما قال في إحدى خطبه: بدون تزوير لن ينجحوا، في إشارة إلى قائد السبسي. ويشعر التونسيون بالأسف لهذه الهجمات الكلامية، لكنهم يرون أن الاقتراع يبقى الأساس لمخرج من المرحلة الانتقالية بدون إراقة دماء كما حدث في ليبيا. وللمزيد من التفاصيل عن الانتخابات التونسية تنضم إلينا على الهواء مباشرة الزميلة سمر نجيدة مراسلة قناة التحرير من تونس لتطلعنا على آخر التطورات. سمر، بداية أهلا بك معنا في أخبار التحرير، وتابعنا معك في جولاتنا الإخبارية السابقة تطورات جولة الإعادة بين السبسي والمرزوقي. هل من جديد لديك في شأن الانتخابات، وهل زادت نسبة التصويت عن 20% أم لا؟ أهلا بك كمال مرة أخرى. يعني كما ذكرت كنا منذ قليل معا على الهواء مباشرة. نحن الآن تبعدنا وتفصلنا عن إغلاق الصناديق حوالي 4 ساعات. ليس هناك تطور كبير في المشهد، خاصة فيما يخص نسبة الإقبال. طبعا الشباب لا يزال عازفا عن المشاركة، كبار السن هم من يضغون على المشهد. يعني جميع التجديدات الأمنية مستمرة، ليست هناك أي عمليات جديدة تحدث في الأراضي التونسية فقط. بالأمس واليوم صباحا كانت هناك عدة عمليتين إرهابيتين أثرت ويعني لم تودي بحياة أحد، لم تكن بالخطيرة، ولكن يعني أدت إلى إصابة جنديين تونسيين. أيضا التجديدات الأمنية حول منزل الباجي قائد السبسي هي مستمرة بسبب محاولة الهجوم على منزله. يعني 11,000 مركز اقتراع حول تونس وما يتعدى 5 ملايين صوت. فقط وصلنا في 10:30 صباحا إلى نسبة 15%. هي تتزايد وفقا للأخبار، ولكن ليست هناك أي أخبار رسمية عن الهيئة العليا المستقلة. نحن الآن نتواجد في المركز الإعلامي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس. أريد فقط أن أذكر بأن الشباب يشكلون حوالي 60% من مجموع من مجموع أهل تونس، وهم
لا يزالوا يعزفون. هناك بعض المشاكل ما بين الممثلين عن المرشحين، بعض اختراق المشاكل في بعض مراكز الاقتراع. هناك 124 مركز اقتراع فتحت فقط ل5 ساعات بسبب الأحوال الأمنية. يعني معي للمزيد عن المشهد السيد رمضان أبو جزر، وهو مدير الشبكة الدولية للحقوق والتنمية ببروكسل. يعني سيد رمضان، أولا كيف ترى المشهد الآن مع استمرار عملية الاقتراع واقتراب إغلاق الصناديق؟ أول شيء مساء الخير لقناة التحرير والشعب المصري. لا نستطيع أن نقيم المشهد بشكل كامل إلا عند انتهاء عملية التصويت أو بل انتهاء عملية الفرز. أما إذا كنا نريد أن نتحدث عن الساعات الصباح الأولى، أكيد أن هناك تدني في نسبة الاقتراع بالمقارنة مع الدور الأول، والمقارنة حتى بالانتخابات البرلمانية التي تابعنا عملية الانتخابات فيها في تونس. لا نريد أن نتكلم عن نسبة الشباب أو نسبة النساء، لأنه السمة الغالبة في ال10 سنوات الفارطة في دول المنطقة وفي الدول العربية والديمقراطيات الحديثة هو تدني مشاركة الشباب. لماذا؟ هناك أسباب متعددة تختلف من بلد إلى بلد. اهتمامات الشباب الآن أكبر. يمكن أن الشباب يحتجون بهذا العزوف عن قلة نسب مشاركتهم في صنع القرار السياسي أو في السلطات التشريعية في هذه البلدان. الشباب التونسي أثبت جدارة في التغيير والانتقال بالثورة التي قام بها. أثبت أنه قادر على أن يكون عامل تحفيز وعامل بداية تغيير، ولكن للأسف حتى الآن لا نتفهم جيدا لماذا يقوم هذا الشباب دائما بالخطوات الأولى وثم يتراجع ويترك المجال إلى المراحل العمرية الأخرى. البعض قال بأن الشباب في تونس يعني يعزف عن المشاركة بسبب عدم استمالة المرشحين لهم في خطابهم خلال حملاتهم الانتخابية. هل توافق على هذا الرأي؟ لا نريد أن نضع كل هذا العبء على المرشحين. المرشحين لديهم مصالح مباشرة في إشراك الجميع، لكل له مصلحة بأن يشترك الشباب بهذه العملية ليكسب أكبر عدد ممكن من الأصوات. ولكن نريد أن نتحدث عن المجتمع المدني التونسي الذي يحرك الشباب ويحرك المرأة ويحرك مختلف المراحل العمرية. المجتمع المدني التونسي هو مجتمع قوي ومنظم، ولكن الشباب أدرك أنه الفترة الأخيرة لا يجد منبرا يكمل به أي خطوة تغيير. لذلك الشباب لا يتراجع. الدليل أن الساعات المتأخرة في المرحلة الأولى أو في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية تواجد بكثافة في بعد الساعة 4 أو 5 أو قبل إغلاق الصناديق أو إغلاق المراكز بساعة. يعني هل تتوقع زيادة إقبال الشباب مع تقدم الساعات؟ أكيد. إحنا موجودين في الأراضي التونسية منذ فترة، وكنا نتابع مع المجتمع المدني ومع مجموعات شبابية وفي الشارع التونسي، ومعظم الشباب الليبرالي أو الشباب المتحرر يتكلم عن أنه يشارك، ولكن يشارك في ساعات بعد الظهيرة. هناك عادات شعبية عند الشباب. الشباب تسهر، تقضي بعض أوقاتها في التواصل الاجتماعي وكذا، واليوم يوم إجازة رسمية، فالمتوقع أن ساعات ما بعد الظهر أن يظهر الشباب بحضور أفضل بنسبة أفضل. سيد رمضان، يعني أنتم حوالي 150 مراقب على الأراضي التونسية، هل رصدتم تجاوزات تؤثر على سير العملية الانتخابية سواء خلال اليوم خلال عملية الاقتراع أو قبل ذلك خلال الحملات؟ هذا مجال واسع. إذا أردنا نتكلم اليوم كنا يعني احنا سوف نضمن في تقريرنا كل ما تحدثت به بتجاوزات. هناك الأكيد رصدنا كثير من تجاوزات وبعضها انتهاك يرقى إلى درجة خرق. أمس كان يوم الصمت الانتخابي، كان هناك تواجد كثيف لمظاهر إعلان لأحد المرشحين، وهذا يعتبر خرق. هناك قرارات غير مفهومة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولم نجد لها تبرير حتى الآن. ونضم صوتنا إلى منظمات المجتمع المدني مثل شاهد وعتيد التي بالأمس أظهرت اعتراضها الواضح على قرارات الهيئة العليا الغير مبرر. يعني نذكر المشاهدين هناك قرار من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتقليص أعداد المراقبين وحتى عدم السماح لعدد كبير من الممثلين عن المرشحين الرئاسيين بالتواجد داخل مراكز الاقتراع، ولكن الهيئة أعادت هذا القرار يعني تسهيل العملية.
هذا غير مفهوم وغير مبرر وغير مقنع. لنا كمراقبين دوليين شاركنا في مراقبة الانتخابات البرلمانية وحضرنا عمليات الفرز وكنا متواجدين في كل المراكز وكنا إضافة إلى العملية الانتخابية، وكان هذا واضح بشكر الهيئة لعمل المراقبين المحليين والدوليين، ومن ثم نفس الدور قمنا به ولم نكن إلا إضافة أيضا في التواجد أثناء عملية الفرز وداخل المراكز، وأشادت الهيئة بدورنا. أما ما هو غير مفهوم أن تقوم الهيئة الآن بهذا التوقيت الحرج ساعات أو أقل من 24 ساعة قبل الانتخابات باتخاذ قرارات مثل هذه، إنما يضع ألف علامة استفهام، وأننا نستغرب ونستهجن هذا التصرف من الهيئة. ويوجد أيضا تصرفات أخرى بقيام الهيئة بالأمس بتغيير 400 مندوب من المشرفين على المراكز الانتخابية، وهذا أيضا يوضع في خانة لا نريد التشكيك ولكن في خانة عدم الفهم وعدم التفسير الواضح. أي جهة تريد أن تأخذ هذا الموضوع بسوء نية أو بعدم حسن نية سيوضح أن هناك نوايا مسبقة. نحن كمراقبين دوليين لسنا مسؤولين عن عمل الهيئة، ولكن نقول رأينا بصراحة أن الهيئة تراجعت في بعض القرارات واتخذت قرارات من نتائجها أنها أربكت الملاحظين الدوليين، أربكت المجتمع المدني التونسي، أربكت ممثلي الأحزاب. هذا الإرباك من المسؤول عنه؟ من المستفيد منه؟ على الشارع التونسي أن يقول كلمته في صناديق في داخل المراكز اليوم. نحن نثمن جيدا الجهد الكبير الذي قامت به الهيئة، ولكن ما لا نتفهمه القرارات المتأخرة والفجائية التي لا تفسير لها إلا أن هناك نوايا نحن لا نتفهمها ولا نريد أن نتهم أحد. سنقول كلمتنا في التقرير النهائي. شكرا جزيلا السيد رمضان أبو جزر مدير الشبكة الدولية للمراقبين والحقوق والتنمية ببروكسل. يعني عودة إليك كمال، ولكن سريعا، يعني كما ذكر هناك العديد من المشاكل والحوارات التي تجري ما بين الهيئة العليا المستقلة وما بين المراقبين بعد تقليص الأعداد وهذه القرارات التي أسماها البعض بالفجائية. الهيئة العليا أكدت بأن هذه القرارات حسنت من عدد التجاوزات التي رأيناها في الدورة السابقة الأولى للرئاسة وحتى التشريعية، حيث بأن عدد الممثلين للمرشحين داخل ساحات مراكز الاقتراع يعني بقلة هذه الأعداد ليس هناك تأثير واضح أو محاولات استمالة للناخبين داخل مراكز الاقتراع. طبعا يعني مع تقدم الساعات ننتظر بأن تغلق الصناديق في 6 وأن تعلن النتائج الأولية غدا صباحا لتعلن من هو رئيس تونس القادم. المرزوقي أكد، الرئيس المنتهي ولايته أكد بأنه سيتقبل النتيجة النهائية، وخاصة بعد يعني ورود بعض الأخبار بأن سيكون هناك ردات فعل ممكن أن تكون عنيفة من قبل الذين يساندون المرزوقي، وعلى رأسهم حزب حركة النهضة الإسلامي المنتمي لجماعة الإخوان والذي يسانده من الباطن. نعم، الزميلة سمر نجيدة مراسلة قناة التحرير من تونس، بشكرك شكرا جزيلا.
وعودة إلى الشأن المحلي، حيث أدى